لو عاوز ترتاح ريح مراتك، بطل تعيش دور الضحية واعمل الثلاث حاجات اللي من غيرهم مفيش بيت بيكمل. أول حاجة الاحترام، ومش احترام على مزاجك، احترام بجد. يعني ما تكسرهاش، ما تهينهاش بكلمة ولا حركة ولا فعل، وما تعملهاش انها اقل منك. الست لما بتتكسر مفيش راجل في الدنيا هيعرف يصلح اللي اتكسر جواها. تاني حاجة الاهتمام، والاهتمام هنا مش ماديات ولا اكل ولا شرب. الاهتمام هنا يعني تكون كريم معاها في الكلمة، في اللمسة، في الحنية والطيبة، وانك تسمعها، تحكي معاها، تحسسها انها غالية مش مجرد زيادة عدد في البيت. الست لما تحس انها مش فارقة ساعتها انت مش هتبقى فارق معاها. تالت حاجة واهم حاجة واخر حاجة الامان. والامان هنا مش شقة ولا مهر ولا عفش ولا عيشة. الامان انك تبقى سند وما تهددهاش لا في صغيرة ولا كبيرة، ولا ترعبها كل شوية بكلمة هطلقك. الامان انك ما تبقاش خنجر في ظهرها بانك تخون او تكذب او تبيعها عند اول مشكلة. الخلاصة، لو مش هتديها احترام ولا اهتمام ولا امان يبقى ما تلومش غير نفسك لما تلاقي الست اللي كانت بتموت فيك بقت مش شايفاك. الست مش محتاجة دل راجل، الست محتاجة راجل يطمنها ويحسسها ان في ظهرها راجل بجد. كلامي للراجل اللي معاه زوجة بتتقي الله فيه وهو مش حاسس. وصلت؟